لأول مرة على نجوم FM مع اللي بيني وبينك. مساء الخير على كل مستمعينا في كل العالم اللي بيسمعونا على اجمد اذاعه نجوم FM. معاكم على المايك عمرو سعيد وعلى المكسر الكينج سمير سامي. النهارده بنقدم معاكم برنامج اللي بيني وبينك. برنامج فكرته بسيطه، فكرته بنعرف الجمهور النجم الجديد الصاعد اللي دخل قلب الناس بسرعه والناس حبته. على العموم ناخد فاصل ونرجع معاكم تاني نعرف نجمنا مين. 1 2 3 اضرب. على نجوم FM وبس. اللي بيني وبينك. النهارده زي ما حضراتكم سامعين، النهارده ان شاء الله اول حلقه من حلقات البرنامج، وان شاء الله مش هتكون اخر حلقه. زي ما هنعودكم ان شاء الله، دي اول قنبله هنرميها في البرنامج اللي بيني وبينك، واللي هيبقى بيني وبين نجم مشهور اعتنى سماء الغنى والتمثيل، قدم حاجات كتير في دنيته وهنشوفه وهنسمعه والناس كلها بتحبه. اهم اعماله في المسرح مثلا عمل ملوك الشرق، زياره للجنه والنار، تاريخ ميت، انت حر، وقدم في الغنى واللي اثار مشكله ضجه عارمه الموسم اللي فات على اغنيه بعيش مع النجم تامر حسني. اكيد انتوا عرفتوا مين. على العموم هنطلع فاصل ونرجع تاني نستقبل ضيفنا العزيز. شكرا. على نجوم FM وبس. اللي بيني وبينك. بنرحب النهارده بالكينج بتاعنا النهارده، زي ما نقول احمد الغندور. بنقول له ازيك يا احمد. اهلا بيك يا عمرو، واهلا بكل الجمهور اللي بيسمعنا دلوقتي. جمهورك مشتاق لك فعلا يا احمد، ونفسه يعرف اخبارك من زمان، من اول ما ساعات الضوء زي ما بيقولوا الاضواء والشهره، ما حدش شافك على برامج كتير. عشان كده احنا حبينا نخليك اول قنبله لينا في البرنامج هنا ونقدمك للجمهور. تقدر تقول ايه للجمهور دلوقتي يا احمد؟ بقول انتم وحشتوني جدا، وباذن الله هحاول ابذل كل مجهود ليا بحيث ان انا اطلع كل اللي عندي واسعدكم كده يا رب دايما ان شاء الله. اول في البدايه عشان ما نطولش على الجمهور، عاوزين نعرف احمد الغندور. نقول ايه للجمهور؟ اقول الجمهور هو اول حاجه طبعا اللي عملني وعمل احمد الغندور، ده طبعا اول حاجه. تاني حاجه احمد الغندور بقى بدايته مثلا كانت ابتديت في كليه تربيه رياضيه. دخلت في اول حاجه كنت بحب اول نشاط، يعني اول ما دخلت الكليه طبعا نشاط رياضي بقى وقرف وبتاع والذل دوت طبعا. لكن انا كان ليا تطلعات تانية. اول ما اخش الجامعه دخلت نشاط الجواله، كان فحت وردم زي ما احنا عارفين. طور بقى النشاط من الجواله للمسرح، لان شفت بتاع حبيت الموضوع المجال. دخلت في اول مسرحيه عملتها مسرحيه ملوك الشرق. المسرحيه خدنا مركز اول على مستوى الجامعه، تاني على مستوى الجامعات. اتعرضت مرتين في قصر الثقافه، مرتين في القاهره، ورحنا نعرضها في نوادي المسرح باذن الله في اسكندريه الاسبوع في شهر 11 السنه دي. عملنا مسرحيات تانية، زياره للجنه والنار، تاريخ ميت، انت حر. عملنا فريق اسمه انت حر، فريق فري ارت، والفريق لقى نجاح جامد للجمهور والحمد لله. يعني باذن الله الخطة اللي احنا بنخطوها للسنين الجايه والمسرحيات والاعمال اللي جايه ان شاء الله هتكون اقوى من كده بكتير باذن الله. نقول يا احمد، اكيد الموهبه اللي انت جيت فيها مش جت من فراغ. نقول مين النبغه او العبقري اللي اكتشفك لمجال المسرح، وبعدين نرجع نقول لمجال الغنى. اولا ان انا من صغير بحب موضوع التمثيل، وكان نفسي يعني مش عارف اروح فين بالظبط. لكن لما دخلت الكليه لقيت في الفريق المسرح وبتاع وانضميت ليه، وده كانت بدايتي. وديت كانت بدايتي يعني الحمد لله
يعني المخرج حاطيني في الادوار المناسبه والحمد لله نجحت فيها يعني باذن الله. وباذن الله يعني هنشوف كده ان شاء الله في الاعمال اللي جايه قريب باذن الله. هنشوف يا عمرو. نقول يا غندور كل نجم لازم يوصل للقمه، لازم زي ما بيقولوا ايه يدي تنازلات. احنا في البرنامج هنا بنعرفك ان احنا بنحب نعرف الجمهور ان احنا صراحه جدا مع النجم اللي بنجيبه، وبنقول ايه التنازلات اللي قدمتها عشان تبقى نجم. اسقط ده اول تنازل بصراحه قدمته، ان انا عدت السنه علشان اكمل في فريق الكليه لان بحب مجال المسرح في الكليه. التنازل التاني الشهرة طبعا، مش قادر يعني ما عدتش بقدر امشي في الشارع زي الاول. الكلام طبعا عارفين اللي بيلاقي كل نجم، يعني الاول كنت واخد راحتي بنزل الشارع براحتي بخش الكليه براحتي. دلوقتي طبعا صعب ان انا انزل مثلا، بنزل طبعا اشتري اي حاجه من السوبر ماركت بتاع، انزل من العربيه، الحاجات دي كلها ما عدتش بقدر اعملها طبعا غير ما كنت الاول واخد راحتي الجامد يعني. الجمهور عنده اسئله كتير للنجم احمد الغندور. يعني احنا شفناه في اول مره في مسرحيه مبهره ملوك الشرق، ازاي نزل مع قصه الجامد دوت احمد الغندور، مسك دور مهم ولب الموضوع في محور من محاورها، يعني كان بطل في جزء من ابطال في سياق الدراما في المسرحيه. يعني نعتبرها خطوه جريئه من المخرج، ولا انت يعني الناس بتقول مثلا قريب المخرج متوصى عليه، اصله مش هينزل الحمله او الموقع الجامد دوت الا لما يكون وراه ظهر زي ما بيقولوا. انت ايه رايك؟ انا ما فيش طبعا واسطه ولا في الكلام دوت، لان بينا وبين بعضنا اول ما اتفقنا كان الموضوع كان سهل. المخرج قرر كل واحد دوره بالظبط، شاف شخصيات كل واحد فعلا وعرفها بالظبط الشخصيه اللي تليق على الدور، وابتدى يوزع الادوار، وقعدنا تعبنا فيها كتير جدا عشان نقدر نوصل للمرحله ديت. احنا ما وصلناش للنجاح ده من فراغ، ده كان مقابله تعب ومجهود جبار بذلناه وبذل الكاست كله. على فكره كل المستمعين معانا احمد الغندور هنا لذيذ جدا، بني ادم طيب جدا جدا جدا، يعني قاعد معانا عمال يضحك ويهزر من اول ما جه معانا الاذاعه. على العموم احنا معاكم ومعانا وهندننا مع بعض لمده ساعه كامله مع احمد الغندور ومش هنشبع منه، بس نطلع فاصل ونرجع تاني. اللي بيني وبينك انا مش بتاعت الكلام ده، انا كنت طول عمري جامده. انا مش بتاعت الكلام ده، انا كنت طول عمري جامده. والمره دي ايه جرالي، انا ليه مسلمالي؟ انت ازاي ملكت حالي، خلتني مشتاقالي. والمره دي ايه جرالي، انا ليه مسلمالك؟ انت ازاي ملكت حالي، خلتني مشتاقالك. انا واحده غير ده مش تفكيري، بتغير من النهارده. مش بتاعت الكلام ده، انا كنت طول عمري جامده. انا مش بتاعت الكلام ده، انا كنت طول عمري جامده. والمره دي ايه جرالي، انا ليه مسلمالك؟ انت ازاي ملكت حالي، خلتني على نجوم اف ام وبس. اللي بيني وبينك ورجعنا مع الساده المستمعين، ونحب نعرف الناس اللي كانوا مش معانا في الاول. معانا نجم قنبله زي ما بيقولوا، قنبله الموسم السنه دي احمد الغندور، وبنتكلم معاه وقاعدين ندردش سهره رمضانيه زي ما بيقولوا، وزي ما بيقول كده هيطلع يسحرنا بره. ناوي تسحرنا ايه يا احمد؟ لا ما تقدرش، مش ما تخش على الكلام ده، انا مش هسحرك حاجه يا عمرو، او بتسحرني يبقى على حسابك اكيد يعني الكلام. عارفين ان هي مجامله من الفنان الجميل احمد الغندور. نقول يا احمد الغندور نقول يا احمد الغندور الجمهور بينعت احمد الغندور في معظم الاحيان ان هو مغرور، تقدر ترد بقول ده يا جماعه والله العظيم يعني انا كتير قوي بيحسبوني ان انا مغرور او تاني الحاجات اللي بيقولوا عليها عني. هي كل المشكله انها ثقه في النفس زياده شويه، واثق من قدراتي، واثق من امكانياتي، بعمل كل حاجه بالشكل الامثل.
بتظهر للناس ان انا ان انا متكبر او انا مغرور، لكن انا غير كده خالص، هي مجرد ثقه زياده شويه في النفس مش اكتر. احنا على فكره يا جماعه اللي بيقول كده الغندور معانا هنا بني ادم طبيعي عادي خالص خالص خالص، يعني لا متكبر ولا حاجه، وانتوا لو عرفتوه شخصيا هتقدروا تقولوا الكلام ده. نقدر نقول يا غندور دخلت مجال الغنى، سمعنا ان في غندور تاني بس تونسي، دخلت على اساس الاسم ولا عشان صوتك؟ لو دخلت على اسم يبقى انا مش مغني، انما انا دخلت عشان صوتي، لان انا صوتي خامه كويسه جدا الحمد لله. طبعا التمثيل عندي في المقام الاول، الغنى في المقام الثاني. صوتي جميل جدا الحمد لله، مش بمدح في نفسي وده مش غرور، يعني ده الكلام ده اللي بيخلي الناس انها تفتكر مغروره، لكن الحمد لله انا صوتي جميل جدا. واغنيه اللي انا غنيتها او حصل ضجه عليها او مشاكل، اكيد الناس حكمت بين الاغنيه وبين الاغنيه اللي غناها بدون ذكر اسماء، اللي غناها الشاب الثاني، والحمد لله الحمد لله يعني واخد وضع في المجتمع كويس وفي المجال كويس قوي. نقدر يا نقول يا غندور مين اللي دلك على الغنى، او مين اللي قال لك يا غندور انت صوتك حلو ما تيجي تغني؟ عشان شهرت في المسرحيات، ولا لو ما كنتش مثلت اصلا كنت ممكن تغني برضه؟ والله يا عمرو انا مش هقول لك ان انا عشان موضوع التمثيل دخلت الغنى. لو ما كنتش دخلت التمثيل اكيد كنت هخش الغنى من اوسع الابواب، لان الحمد لله واثق من قدراتي وامكانياتي. اللي حصل بالظبط ان انا كنت قاعد بغني في الجامعه، المدام سلمى الشماع عدت علينا في مره، ف لقيتني بغني وقاعد حواليها اصحابي وزمايلي وبتاع، فوقفت اتفرجت علينا وانا ما اعرفش ان دي مدام سلمى الشماع بامانه. الحمد لله عجبت بصوتي كويس جدا. قالت لي تعالى، حددت لي ميعاد، طبعا رحت عملت الاختبار ونجحت، بدات اسجل اغاني كتيره، عملت دوتوهات كتيره مع اغاني بدون ذكر اسماء، ما رضيوش يذيعوها بسبب الغيره، وانا الحمد لله لغيت الدوتوهات وهعتمد على نفسي انا بس، لان موضوع الدوتوهات دوت انا هلغيه من دماغي، لان انا عملت دوتو مع شيرين، عملت دوتو مع نانسي، المواضيع دي كلها انا هلغيها من دماغي وانا هعتمد على صوتي انا بس، دي غيره من الناس تانية واشاعات انا مش هقدر اتكلم فيها بعد اذنك. كنا لسه هنسال السؤال اللي بعديه، هتعمل دوتات ولا لا؟ بس انت باين انك جاوبت على السؤال الثاني اللي بعده. نقدر نقول يا غندور بما انك انت وصلت اهم، يعني السؤال اللي كان بيقوله للناس ان انت مغرور او متكبر، ان انت لما الناس بتجيلك كتير تقول لك انا صوتي حلو، انا بعرف الف، بعرف الحن، ما بتعتمدش في اغانيك على ناس ملحنين جداد، تقدر تقول ايه او ترد على الجمهور بايه؟ اقول ان مثلا عشان تعمل حاجه جديده خلاص، يعني انا بعتبر نفسي الحمد لله ان انا اخر الجديد الحمد لله. عشان تزود حاجه جديده لازم يكون في لون جديد او تزود حرف جديد، وده طبعا عمره ما هيحصل. غندور كتير كانوا بيتهموك ان انت ما بتعتمدش على العنصر الشباب في اغانيك الجديده، في مسرحياتك، في حياتك العامه كلها، مع ان انت المفروض تاخد انت من عن نفسك عبره ان انت كنت مفيش وبعدين فجاه بقيت نجم كبير. افرض ممكن يكون واحد من الشباب دوت فعلا مشروع نجم جديد، وانت ايه رايك؟ مش عاوز احلف لك يا عمرو واقول لك ان انا بنزل الجامعه مخصوص عشان اشوف المواهب الجديده اللي طالعه، لان الجامعه بتطلع مواهب كتيره في الغنى او في التمثيل لكن للاسف من بعد جيلنا او من بعد المجموعه مش لاقي الناس اللي هي عندها القدره انها تدي، بلاقي واحد او اتنين لكن ما عندوش الاهتمامات ان هو مثلا يبقى في الاخر نجم او مشهور، بيهتم بدراسته، مثلا تعالى اعمل كذا او مواعيدك كذا وكذا، يقول لك لا دراستي اهم. فدي كلها حاجات بتاخره، يعني انا مش هشتغل خدام عند اهله عشان اقول له تعالى وبتاع والحاجات دي كلها، لكن لازم يكون برضه في شويه كفاح منهم ويسعوا ورا اللي هم عاوزين يعملوه بامانه، يعني لازم. غندور جالنا على الايميل من ميرنا المهندس، دي فنانه مثلت معاها وبتقول احمد الغندور